القوة البحرية للجيش الجزائري، وهي من الأكبر في العالم العربي. قوة عربية ضاربة وعتاد روسي متطور احتلت المرتبة الثانية عربيا بعد الجيش المصري من حيث قوة الجيش، قوة لا يستهان بها. الجزائر باتت تقلق الغرب وأوروبا، برز دورها في التحذير باندلاع حرب في النيجر، خشيت فرنسا تدخلها لذا عادت أدراجها ثانية. في البر والبحر والجو أسلحة جزائرية قاتلة، أسلحة يمكنها تدمير أهدافها من مسافات بعيدة، تحقق لتبون الزعامة في القارة الإفريقية. فما هي أبرز أسلحة الجزائر؟ الجزائر القوة الصاعدة التي لا تقهر. على مدار السنوات الخمس الماضية شكلت الجزائر قوة صاعدة من خلال تصنيفات مواقع متابعة لتحركات الجيوش على مستوى العالم، حيث لوحظ أن الجزائر باتت قوة لا يستهان بها، قوة عالمية على أراضٍ إفريقية، قوة يسمع صداها من مسافات. فالسلاح الجوي لدى الجزائر يمتلك ما لا تمتلكه دول أوروبية. تمتلك الجزائر مقاتلة سوخوي 57 الروسية المتطورة، والتي قيل إنها تضاهي قوة F-35 الأمريكية المتطورة، مقاتلة من الجيل الخامس تدمر كل من يعترض طريقها بقدراتها الخارقة على المناورة. لم تعد أي دولة أوروبية من التي تقابل حدودها مع أوروبا تضاهي قوتها سوى إيطاليا التي تمتلك F-35 الأمريكية فقط. برز دورها في الأزمة في النيجر حينما رفضت تدخل إيكواس العسكري في النيجر، حيث أظهرت موالاتها للنيجر، ما دفع إيكواس لوضع هذا الأمر في الحسبان حال دخولهم النيجر. قد تدخل الجزائر الحرب، وعندها ستتوقف مخططات الغرب وإيكواس. الجزائر تحولت إلى إحدى الدول الأكثر استيرادا للأسلحة على مستوى العالم. استيرادها للأسلحة ورفعها لميزانية جيشها دفع المملكة المغربية للتقارب مع الولايات المتحدة من أجل تقوية دفاعاتها حال نشوب صراع بينها وبين أبناء تبون، ودفع الكيان الصهيوني لتزويد تلك المملكة التي تطبع في العلاقات معه ضد مساعي بوتي للنفوذ لشمال أفريقيا عبر الجزائر. وتتكون القوات الجوية الجزائرية من 551 طائرة حربية، بينها 102 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و22 طائرة هجومية، و60 طائرة نقل عسكري، و87 طائرة تدريب، و9 طائرات مهام خاصة. كما ويصل عدد المروحيات العسكرية في القوات الجوية الجزائرية إلى 268 مروحية، بينها 45 مروحية هجومية. إلى جانب تلك القوة الجوية الهائلة، لم ينسى تبون تزويد قواته بمنظومات S-400 الروسية الخارقة، والتي تحمي سماء العاصمة الجزائرية والمواقع الحيوية في البلاد. هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا قيل بأنها منظومة S-400 تريومف الروسية اقتنتها الجزائر. ووفقا لمصادر فإن نظام S-400 يخدم لدى الجيش الجزائري منذ عام 2016. كما تمتلك الجزائر صياد الليل الروسي المروحية ميل 28، والتي تصطاد دبابات العدو وأرتاله ومعداته من السماء، ومن ثم تحلق مرة أخرى في السماء كالنسر الجارح الذي يلتقط فريسته بين مخلبيه. مي 28 الجزائرية مزودة بمحطات رادار قادرة على اكتشاف الأهداف في البر والبحر، ورسم خرائط التضاريس، والتحذير من الاقتراب من الهياكل الخطرة مثل خطوط الكهرباء أثناء الطيران على ارتفاعات منخفضة. وهي مسلحة بمدافع عيار 30 ملم 42A2 وذخيرة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ موجهة مضادة للدبابات أتاكا في. يظهر الفيديو مدى فعاليتها في تدمير المركبات المدرعة. وتستخدم منظومة S-400 تريومف عدة أنواع من الصواريخ التي تستطيع إسقاط جميع وسائل الهجوم الجوية الموجودة حاليا، بما فيها الطائرات وطائرات الهليكوبتر والطائرات الموجهة عن بعد التي هي بدون طيار، والصواريخ الجوالة والصواريخ البالستية التكتيكية التي يمكن أن تصل سرعتها إلى 4800 متر في الثانية.
لم يكتفي القيصر بذلك، بل منح تبون أقوى الصواريخ البالستية في العالم، صواريخ اسكندر، والتي تجعل من عواصم أوروبية بأكملها في مرمى نيران الجزائر، وهو ما بات يقلق أوروبا من تحركات الجزائر نحو تقوية دفاعاتها الصاروخية. ويمتلك الجيش الجزائري 2024 دبابة و7000 مدرعة و324 مدفعا ذاتي الحركة و396 مدفعا ميدانيا و300 راجمة صواريخ. وفي البحر تمتلك الجزائر أسطولا كبيرا من الغواصات والقطع البحرية القادرة على إطلاق صواريخ باتجاه أهداف العدو من البحر، وتعد رفقة إسرائيل في إفريقيا من يمكنهم إطلاق الصواريخ من البحر. ويتكون الأسطول الحربي الجزائري من 201 قطعة بحرية، بينها 8 فرقاطات و10 كورفيتات و8 غواصات و65 سفينة دورية، إضافة إلى كاسحتي ألغام. كما تمتلك الجزائر أسطول سفن تجارية يضم 114 سفينة، ولديها 12 ميناء و149 مطارا في الخدمة. أثار سلاح الغواصات الجزائري مخاوف مسؤولين إسبان في ظل تنامي القدرات العسكرية للجزائر على الحوض المتوسط وتوجهها لتكون رائدا في المنطقة بفضل مجموعة من الغواصات المتطورة، على رأسها غواصة كيلو 636 المعروفة بالثقب الأسود. يمكن لهذه الغواصات العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر ل45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا عن أنها مسلحة ب6 منصات لإطلاق توربيدات من عيار 533 ملم. وتتميز غواصات فارشافيانكا بقدرة كبيرة على التخفي عن رادارات العدو، لذا لقبت بغواصات الثقب الأسود. أما طول كل غواصة فيبلغ 73 مترا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3950 طنا، ويمكنها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية وقطع مسافات تصل إلى 7500 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها ستسلح بمنظومات كاليبر الصاروخية الروسية وتوربيدات من عيار 533 ملم. كما تتسلح الجزائر بصواريخ كورنيت الروسية، وتعتبر أولى الدول بعد الجيش الروسي تسليحا بهذه الصواريخ. وتوضع صواريخ كورنيت AM وقواذفها في سيارات تيجر M وفق ما نقلته صحيفة الخبر الجزائرية. وتعتبر منظومة صواريخ كورنيت سلاحا فعالا لمكافحة الدبابات، وتم تطويرها وأطلق على نسختها المطورة اسم كورنيت AM. ومن المعروف أن مدى كورنيت AM يبلغ 10,000 متر. كما تستطيع هذه الصواريخ اختراق درع سمكه 1300 ملم، ويمكن استخدام صواريخ كورنيت AM في أي وقت من النهار والليل، كما يمكن استخدامها ضد الأهداف الجوية. كما أن امتلاك الجزائر لنظام بوك M2E والتي تصنف ضمن وسائل الدفاع الجوي المتعددة الأغراض، التي تستطيع صواريخها ضرب أهداف جوية على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا وتصل إلى 25,000 متر. كل ذلك ألقى الرعب في قلوب الدول المجاورة وبخاصة الأوروبية منها. لم يتوقف الجزائريون عند هذا الحد، بل حول الرئيس عبد المجيد تبون جنوده إلى مصاصي دماء خطيرين يثيرون الرعب لدى أعدائهم، وذلك بتسليحهم بسلاح راجمة الصواريخ فامباير أو مصاصة الدماء الروسية. تكتسب راجمة القنابل اليدوية الروسية فامباير مصاص الدماء شعبية متزايدة في العالم، واكتسبت هذه الراجمة شعبية بعد استخدامها في الشرق الأوسط في القتال بنجاح، حيث دمرت هذه الراجمة دبابات من نماذج مختلفة. وكما هو معروف من مصادر مفتوحة أن الجندي المسلح بهذه الراجمة قادر على تحويل مدرعة بدرع يعادل 650 ملم من الفولاذ الخاص إلى كومة من الخردة المشتعلة. وبفضل خصائصها فإنه يمكن حتى أن نرى هذه الراجمة في دولة قريبة من الولايات المتحدة في المكسيك، ليتحول الجيش الجزائري إلى قوة لا تقهر يمكنها تدمير كل من يعترض طريقها. لذا باتت الدول الأوروبية تخشى التطور العسكري الجزائري.
كما أن قوة الجيش الجزائري تتأتى من قوة أبطاله من الجنود البواسل الذين يلقون بأنفسهم في النيران من أجل حماية وطنهم الحبيب الجزائر.